قررت أعيش يوم كامل كالأسطورة روني كولمان الفائز بمستر أولمبيا 8 مرات. بيدخل 6000 سعرة حرارية كل يوم وبياكل 5 وجبات. تعالوا نشوف يومه بيمشي ازاي. الفطار بيكون عبارة عن 500 جرام بياض بيض و130 جرام شوفان. هنعمل البيض الأول. كان بيستعمل الطاسة دي عشان كمية الزيت تكون قليلة، ويبدأ يمسح بالطاسة بفرشة أو منديل. بعد كده هننزل بالبيض وهنسويه على نار هادية، وهو بيستوي بيحط التوابل بطعم الجبنة الشيدر عشان يغير طعم البيض. بصراحة أنا حطيت توابل عندي أنا بحبها. وبعد كده ال 130 جرام شوفان سريع التحضير، وكان بيضيفهم مع بعض. كان ممكن ياكل ده لوحده وده لوحده، لكن هو بياكلهم مع بعض. الطعم كان كويس مش وحش. وبعدها بساعتين بيروح الجيم. هندخل تمارين بنج، وطبعا بأتقل وزن في الجيم دمبل مستوي 3 مجموعات من 8 إلى 12 عدة. بعد كده دمبل عالي 3 مجموعات من 8 إلى 12 عدة. بعد كده تفتيح بالدمبل 3 مجموعات من 8 إلى 12 عدة. بعد كده بيدخل تراي بالبار الزجزاج، وكان دايما بيحب يلعب تراي بالبار 3 مجموعات من 8 إلى 12 عدة. بعد كده على طول بدون راحة بنفس البار بس بالشكل ده 3 مجموعات من 8 إلى 12 عدة. بعد كده اوفر بالدمبل 3 مجموعات من 8 إلى 12 عدة. وبعد كده رفس بالدمبل 3 مجموعات من 8 إلى 12 عدة. وده من أفضل التمرين اللي بيحبه روني كولمان. تاني وجبة بعد التمرين 7 اسكوبات واي بروتين. بصراحة أول مرة أجرب آخد 7 اسكوبات، أنا آخري كان 2. يلا نجرب ونشوف. وطبعا بيضربهم في الخلاط عشان مفيش شيكر هياخد الكمية دي. بدأت أشرب وكنت حاسس إني مش هقدر أشربه، بس كملت على كذا مرة وشربته الحمد لله. الوجبة التالتة بتكون في المطعم، وطبعا عشان ميزان بتكون عبارة عن خضار ورز وربع فراخ. الوجبة الرابعة بتكون في البيت 2 برجر بيف وربع فراخ ورز. بصراحة أنا كنت باكل بالعافية لأن آخري كان 3 وجبات في اليوم، بس كملت وكان أول مرة آكل الكميات دي. وبالنسبة للبرجر ما كنتش باكله أصلا، أنا كنت متعود آكل كل حاجة طازة. خامس وجبة وآخر وجبة عبارة عن ربع فراخ ورز وقهوة. وبالنسبة ليا دي كانت أصعب وجبة لأني كنت حاسس إن أنا مفيش مكان في بطني هياخد كمية الأكل دي. بدأت آكل وخدت وقت طويل شوية لأن بجد ما كنتش قادر أكمل. طبعا بعد الكمية الأكل دي هيكون في أطباق ومواعين عايزة تتغسل. الراجل كان محترم وبيغسل المواعين وبيروق الدنيا. هو ده روني كولمان، أخلاق وتواضع. آخر حاجة كان بياخد جميع الفيتامينات. أنا كان عندي الأوميجا 3 بس أخدتها والحمد لله على كده. ما تنساش تشترك في القناة واعمل لايك. قول لي إيه رأيك في الفيديو، واكتب لي في التعليقات عايزين الفيديو الجاي عن إيه.